هل انت من الناس اللي ملتزمة بأكل وتمرين وعاملين مجهود فوق المية بشوية ولكن مش لاقيين نتيجة؟ ممكن يكون في أسباب خفية كده هي اللي مش بتوصلك للنتيجة اللي انت عايزها. تعالى بقى معايا أقولك على الأسباب اللي ممكن فعلا مش بتوصلك للهدف اللي انت عايزه. أول حاجة ودي اللي عند 99% من الشعب المصري وهي قلة النوم. قلة النوم بتأثر على هرمونات الشبع والجوع وده ممكن يخليك تفضل تاكل كتير جدا على مدار اليوم. التوتر والقلق. التوتر بيرفع هرمون الكورتيزول وده ممكن يسبب ان انت ما تقدرش تخسر وزن او تخس. وطبعا انا عارف ان التوتر والقلق دي حاجه خارجه عن ارادتنا لان طبعا دي حاجه بتيجي من ضغط الشغل اليوم الحاجات دي كلها، ولكن بقدر الامكان حاول تخلي يومك بعيد عن الضغط شويه. دي ممكن تبقى مهمه شويه لان بشوف ناس كتير في الجيم مش بتنوع في تمارينها، بيفضلوا واخدين برنامج تدريبي لمده سنه وما بيغيروش فيه، ولكن جسمك لما بيتاقلم على نوعيه التدريب دي بيبطل ياخد خطوه جديده ويبطل ان هو يحرق، فبالتالي مش هيديك نتيجه. رابع حاجه ودي من اكتر الحاجات اللي فعلا مهمه جدا 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 مهما اتكلم، وهي حساب السعرات الحراريه اللي بتاكلها على مدار اليوم. لو انت مش بتحسب سعراتك ممكن تكون بتاكل على مدار اليوم اكتر من اللي جسمك عايزه، والعكس برضو لو انت بتاكل وحاسس ان انت بتاكل اقل من اللي جسمك محتاجه ممكن يبقى العكس. فحاول ان انت تحسب سعراتك على مدار اليوم عشان برضو تبقى فاهم انت فين وهتنتهي فين. ونيجي لرقم 5 وهي ان انت مش بتاكل بروتين كفايه. اكل البروتين بيساعد ان انت تخس وبيحسسك بالشبع، فدوره في اليوم مهم، ولكن مش كل شيء حلو ونكتر منه لان كل شيء زاد عن حده اتقلب ضده. يعني انت لو كلت بروتين كتير مش هتبني عضل اسرع، بل بالعكس انت هتتخن. رقم 6 وهي انك بتهمل تمارين الحديد وبتهتم بتمارين الكارديو بس. ان انت تهتم بتمارين الكارديو برضو جسمك هيرجع ان هو يتعود على التمارين دي ومش هيطور فيها، فهيوقف الحرق عند حد معين. ولكن الحل حاول تنوع ما بين تمارين الحديد والكارديو، ما تثبتش عند تمارين معينه تفضل تعملها على امل ان هي هتوصلك اسرع. وفي النهايه حاول ان انت تتابع نظامك وتتاكد من كل الجوانب اللي اتكلمنا عنها دي عشان توصل للنتيجه اللي انت بتسعى ليها. وبس كده، سلام.